السلام عليكم. انا طالع بس اعلق على تشكيل الاهلي والزمالك قبل ما الماتش يبدا تقريبا بنص ساعه. من تشكيل مستر كولر، انا شايف ان مستر كولر بيعمل نفس الخطه تقريبا اللي عاملها في نهائي الكاس، ان هو نازل بتشكيل يحاول بقدر الامكان ان هو يستنفذ مجهود لعيبه نادي الزمالك، وبعدين ينزل بالقوه الضربه بتاعته، لان هو حاطط معاه على دكه البدلاء حاطط كهربا ورضا سليم ووسام ابو علي واحمد عبد القادر. وبالتالي انا شايف ان كولر بيلعب على ان هو يستنفذ لعيبه النادي الاهلي بدنيا، لعيبه نادي الزمالك بدنيا الاول، وبعد كده يبتدي ينزل بالقوه الضربه بتاعته. نفس السيناريو تقريبا اللي عمله في ماتش الكاس. العكس بقى تماما، مدرب نادي الزمالك بادئ بالقوه الضربه بتاعته، بادئ بخط النص عنده باحمد علي، وبادئ بادئ باحمد حمدي، وبادئ باحمد سيد زيزو، وبادئ بناصر ماهر، يعني بادئ بالقوه الضربه اللي موجوده معاه يعني. وبالتالي هو بيلعب على ان هو يخلص الماتش من البدايه. فاحنا عندنا اتنين تقريبا بيلعبوا عكس بعض. مستر كولر عنده الدكه قويه ولكن التشكيل مش احسن حاجه. العكس بقى نادي الزمالك بادئ بالتشكيل بتاعه بالقوه الضربه، والدكه بتاعته مش قد كده من وجهه نظري. مين اللي هيوفق وهينجح في تنفيذ فكره، ومين اللي هيكون عنده الاسبقيه في ان هو يحرز اهداف، ده اللي هنشوفه لما نشوف الماتش. هل الزمالك هيقدر بتشكيله الموجوده بالقوه الضربه ان هو يخلص ويستغل التشكيل اللي بادئ بيه كولر، ولا كولر هيقدر فعلا ان هو يستنفذ لعيبه نادي الزمالك بدنيا وينزل بعد كده في الشوط الثاني، او ينزل منين ما يبدا التغييرات بتاعته بالقوه الضربه بتاعته؟ هل لما ينزل هتقدر القوه بتاعته فعلا اللي موجوده على الدكه انها تغير من نتيجه المباراه؟ هنستنى نشوف ايه اللي هيحصل. وطبعا بما ان اهلاوي اتمنى التوفيق للنادي الاهلي والفوز، وتطلع المباراه تليق بالفريقين. السلام عليكم.